السلام عليكم أيها المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، وتحية خاصة لناس الشمال الشرقي وناس الناظور والعروي وبركان وزايو ووجدة والمنطقة حتى الحسيمة وباقي المغاربة من السعيدية حتى القويرة. اليوم غد نهضروا من القلب، ماشي غير هضرة السياسة، باللي هضرة الواقع اللي كنشوفوها بعينينا. شفتوا هاد الأيام التحركات ديال الجزائر في الاتحاد الإفريقي، وزير طالع وزير نازل والخلعة شادة فيهم. وعلاش؟ واش حقا المغرب دار شي حاجة خايبة؟ لا أبدا، الخلعة شادهم على حقاش الغول ديال ميناء الناظور غرب المتوسط قرب يحل عينيه، ولا حقاش المبادرة الأطلسية الملكية غتخلي إفريقيا كاملة كتنفس برية مغربية. خواتاتي وخوتي المغاربة، خاصنا نفهموا واحد الحاجة، هادوك اللي كيجريو في أديس أبابا هدفهم واحد، يطمسوا الحقيقة. هما عارفين أن ملف الصحراء المغربية تحسم دوليا بقرار من مجلس الأمن الدولي رقم 2797، وعارفين أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحد. ولكن علاش باقين كيصرفوا الملايير تما؟ لحقاش خايفين من النهار اللي غنفتحوا فيه ملف الصحراء الشرقية اللي اقتطعتها فرنسا، وكيديروا الهروب إلى الأمام باش يشغلونا بمشاكل وهمية، وكيحلموا يوصلوا للمحيط الأطلسي. ولكن هيهات، المغرب اليوم ماشي هو مغرب البارح. حنا اليوم في وضعيات الهجوم الدبلوماسي، وهما باقين غارقين في خطاب ديال 1967 والجنرالات فرانكو. ودابا نجيو للمعقول، علاش ميناء الناظور؟ ميناء الناظور غرب المتوسط سهر لهم العين. يا خوتي، هاد الميناء ماشي غير قنطرة، هاد الغول غيولي هو الموزع الرئيسي للطاقة في غرب المتوسط. جل الموانئ ديال جنوب أوروبا وحتى ميناء الحمدانية اللي فشلوا فيه الجيران كلهم كيشوفوا في الناظور بخلعة. هنا غيمر أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، هنا غيكون الهيدروجين الأخضر، وهنا غتكون طاقة المستقبل. هذا المشروع حتمي وحقا محمي بقانون البحار وبالمنظمات الدولية، انتر بارونتيز لفاو المكلفة بالتغذية والزراعة والصحة العالمية، حيث المغرب كيعطي للدول الحابسة في الساحل الحق في الحياة والوصول للمحيط. هذا مشروع إنساني وعالمي ومدعوم من ميريكان ومن الصين وروسيا وفرنسا. داكشي علاش الجيران ما قادينش يفرملوه وحاولوا يعرقلوه بمشاكل إدارية، ولكن السدة العالية بالله تدخلت وردت الأمور لنصابها، والخدمة دابا غادة بحال الساعة السويسرية. الناظور والعروي وسلوان والدريوش وبركان ووجدة والحسيمة، ردوا بالكم، حنا قدام 700 هكتار ديال المدينة الصناعية، والشركات العظمى في العالم كتسابق على بقعة أرضية تما، وحنا كشباب واش غادي نبقاو نتفرجوا؟ الثروة الحقيقية ديال المغرب هي نتوما. سيدنا الله ينصرو كيركز على تنمية الثروة البشرية، خاصنا نتوجهوا للمعاهد، نقراو اللوجيستيك، نقراو الطاقة المتجددة، وندخلوا للذكاء الاصطناعي. هذا الميناء في الربع الآخر من 2026 غيكون سمارت، يعني ميناء ذكي ومحتاج عقول ذكية، ماشي غير ساكنة المنطقة اللي غيستافدوا، بل حتى خوتنا المغاربة العالم اللي كيتسناو غير اللحظة باش يدخلوا يستثمروا بفلوسهم وخبرتهم في بلادهم الأم. والرسالة ديالي للمواطن البسيط، ما تديهاش في التشويش ديال الجيران، راه الشجرة المثمرة هي اللي كيرجموها بالحجر. المغرب غادي بخطة ثابتة، والضمانة هي الملك محمد السادس، لأي مشروع كيحط فيه يديه كيولي حقيقة ومفخرة لنا كاملين.
تلاحموا وقراو واهتموا بهذه المشاريع، حيث هي مستقبل أولادكم. الناظور غتولي هي طنجة ثانية وزيادة، والمغرب غيولي القوة الطاغية اللي كيتحكم في خيوط اللعبة في المتوسط. خليهم هما مع البوليزاريو والخطابات القديمة، وحنا مع الصحراء في مغربها والناظور في قلب العالم. كان معكم ولد الناظور الحر، تبارك الله عليكم، والمغرب ديما الفوق.